صباح الهنا والجمال عليكم احلى ناس ومتابعين في الدنيا. هنتكلم دلوقتي عن عرض النهارده اللي عليه خصم 40% واللي عليه كمان هديتين، والهديتين دول هيغنوكي ان انت تروحي الكوافير او اي عياده علشان تعملي ديرما او مساج رول او رول مساج. جاهزين النهارده هديه، ودكتور منى عبد الفتاح معايا دلوقتي عشان تشرح لي تستخدمي العرض ازاي مع الهديتين. يلا ده في العرض احنا قلنا اول حاجه الديرما المساج دي بتستخدم يوميا الصبح وبالليل. تمام، انا معاكي. تمام. اول حاجه بستخدم الغسول، بغسل البشره كويس جدا زي ما اتكلمنا وازاي الطريقه في الحلقه. ببتدي ان احط السيرم، المواد الفعاله بقى اللي هستخدمها سواء واخده العرض كله فيبقى السيرم وبعدين الكريم. بعد كده عايزه اشرب كل المواد الفعاله دي في البشره، فلاقي عندي جزئين، جزء اكبر من جزء صغير. الجزء الكبير ده جزء كبير وده جزء صغير. هي بتبقى عامله زي رول كده، عجله كده بتمشي على البشره. ابتدي ان انا استخدمها. ما هي لازم تبقى ساقعه. عايزه اقول لكم هي لو دفيت تحطها في الثلاجه لان انا محتاجاها ساقعه. تمام. فهي مصنعه خصيصا ان هي تبقى ساقعه على البشره. ابتدي ان انا من تحت لفوق كده بطلع من تحت لفوق. بطلع على فوق عشان اشد البشره وتكون في عكس اتجاه الجاذبيه، تترفع. تمام. بعمل كده مثلا من 5 ل 6 مرات، طلع كده على الخد ده والخد ده. تمام. كمان منطقه الجبهه ببدا من هنا بقى لفوق كده، من هنا كده لفوق ومن جوه لبره. تمام. بس بخليها 10 مرات لان منطقه الجبهه بتبقى شويه شديده شويه عن البشره. شديده شويه. ده بالنسبه للجزء اللي فيها اللي بيكون العريض. الجزء الصغير ده بقى مصمم خصيصا عشان الاماكن اللي المكان اللي تحت ده اللي هو اسفل الدقن، باخد واطلع على بره. تمام. برده من 5 ل 6 مرات. والاماكن ده الفايل لاين، الخطوط دي انا بحط المنتجات عندي عشان اشيل الفايل لاين او الخطوط دي. ببتدي من تحت لفوق واتعامل معاها عشان نبدا ان احنا نفتح الخطوط دي وادخل كل المواد الفعاله جوه. نيجي بقى منطقه العين دي، هي منطقه العين خصوصا الناس اللي عندها انتفاخات. ببتدي ان انا اخد من جوه لبره. شايفين الاستخدام ازاي؟ بالراحه جدا وبطبطبه خفيفه. هي نفسها تجري. دكتور منى ما مسكتهاش كده وعملت عند العين، لا كده اهي علشان تسحبي من جوه لبره. حلو قوي. تمام. احنا كمان يكون معانا منتج العين، الناس اللي اوريدي معاها هتستخدمه، هتعمل بقى اللي هو بتاع الهالات. بالظبط. هتستخدم الصبح وبالليل، بتشد البشره بقى وبتحفز الكولاجين وبتخلي المنتجات تدخل كده وتتشرب منها البشره صبح وليل. دي الرول مساج. بالظبط. عايزه بقى اعمل جلسه ديرما في البيت مع العرض اللي عليه خصم 40% والهديتين. يعني كل سنه وانتم طيبين كده وداخلين على العيد. فهنعمل ديرما سيشن جوه البيت. تمام. الرول دي مهمه جدا جدا، بنسميها كده ملك النضاره. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي بتبقى فيها سنون. السنون احنا اخترنا لكم طبعا هديه ليكم، حاجه تكون امنه جدا. فمستخدمين هي نص مللي بحيث ان هي ما تعملش اي مشاكل مع البشره وتكون امنه جدا في الاستخدام. عجبتك قوي بالسؤال بتاعتها في الحر اللي احنا فيه ده. حلو. احطها في الثلاجه لو دي فيه يا جماعه. اوكي. فدي بتعمل ايه بقى؟ اولا بتدي نضاره حلوه قوي. الناس كمان اللي عندها مسام واسعه، الناس اللي عندها اثار حبوب عايزه تخلص منها، جلسه مره واحده في الاسبوع. طبعا مره واحده في الاسبوع. مره واحده كفايه عشان ما اعملش ايريتيشن او التهابات للبشره. بستخدمها ازاي بقى بالسنون؟ اولا لازم تغسل كويس جدا. هي لازم نفسها الاثنين على فكره والزوايا الاثنين لازم يتعقموا الكحول. بس بحط السنون في الالكحول شويه وببتدي ان انا اخرجها بتنشف. ببتدي بقى ان انا بستخدمها على اي مكان في البشره متضرر. احنا معانا طبعا منتجات كل البشره بتتشرب المنتجات. ببتدي ان انا اخدها. عارفه شايفين علامه النجمه؟ يعني انا بطلع وانزل كده خط وبروح واجي خط، والعكس تاني الميل. يعني باخد راسي، يعني مثلا انا زيكم في البيت اهو. ادي اول خط من نجمه. بروح جايه كده. لا بصي انا دلوقتي اهو كده 5 مرات. وانا ايوه 2 3 4 5. تمام. 1 2 3 4 5. منين بقى؟ 1 2 3 4 كده. كل الاريا دي، كل المنطقه اتعملت. بدات السنون دي تدخل تحفز كل ده بعد ما احط السيرم بقى الاول ولا لا ده هنا بقى العكس. انا هنا غسلت وبدات ان انا ادي يعني اشارات كده للبشره، انا جايه لك بحاجات فعاله، افتحي واستقبليني. يعني بعد الغسول بعد الغسول وبعد ما انشف كويس وبعد ما اعقم ابتدي نستخدمها بنفس السيكونس اللي شرحناه. وبعد كده ابتدي بقى نحط السيرم، وبعد كده نبتدي نحط كريم البشره. كده البشره اتشربت من كل المنتجات 100% 100%. ده كده استخدامات الرول مساج والديرما رول. الناس اللي حساسه بتحط بنج قبل الجلسه. والديرما رول مع العرض بتاعنا النهارده خصم 40% مع هديتين. الحقوا العرض بسرعه عشان الهدايا عددها محدود، واوعوا تقولوا بعد كده يا نونا الهديه فين؟ الهديه لو خلصت انا مش مسؤوله. الحقوا العرض بسرعه. يلا باي باي.